بص من الاخر كده احنا النهارده هنتكلم عن هاتف من ريلمي، من ارخص وافضل الهواتف اللي نزلت على الاطلاق. هاتف بيقدم لك مميزات حلوه جدا بسعر كويس. قبل بس ما نبتدي، اللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهايه السنه، واكيد انت اللي هتساعدنا بكده. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. النهارده هنتكلم عن هاتف ريلمي سي 63. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو. ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيدعمنا. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نشوف تصميم الهاتف اللي شبه الايفون وشبه تصميمات ريلمي نفسها في الفترة الأخيرة، بس هو الصراحة تصميم شيك. يعني تصميم الجلد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده شكله رايق، بس هي عموما أذواق. ظهر الهاتف في نسخ بتيجي من الجلد وفي نسخ بتيجي من البلاستيك مع فريم من البلاستيك. هنيجي نبص على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجم 6.75 بوصة، جودتها HD بلس وبدقة 1600 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 260 بكسل لكل انش، والشاشة IPS LCD ومعدل التحديث 90 هرتز، والسطوع بتاعها 560 نتس أو شمعة. والشاشة هنا نظامها ايه؟ الشاشة هنا الصراحة كويسة، يعني الشاشة هنا 90 هرتز في السعر ده مع شاشة HD كويسة. كنا نتمنى لو كانت 1080 فول HD يعني، ولكن عموما الشاشة بالنسبة لفئة الهاتف مع 90 هرتز هتاخد منها تجربة كويسة ومناسبة على فئة الهاتف. هنيجي نشوف المعالج او اداء الهاتف يعني. والمعالج هنا هو يونيسيك تايجر تي 612 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو، والمعالج ده حسب منصة انتوتو فهو بيعادل اداء معالج ميديا تك هيليو جي 80. المعالج هنا جيد جدا وكويس على فئة الهاتف. بص انت بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص، فالمعالج هيقدم لك اداء كويس في استخدام فيسبوك، تصفح، يوتيوب، مكالمات، الحاجات دي، وهيشغل لك العاب خفيفة، وهتقدر برضو تشغل العاب زي بابجي ولكن مش هتكون افضل حاجة، مش افضل اداء، يعني حاجة على قدها خالص لان انت بتشتري هاتف على قد الايد. في النهاية المعالج ده موجه للاستخدام الخفيف اللي هو زي ما قلت لك العاب خفيفة، فيسبوك، يوتيوب، مكالمات، تصفح، وممكن تشغل العاب تقيلة زي بابجي ولكن زي ما قلت مش هتكون افضل حاجة. بشكل عام المعالج هنا مناسب وجيد على فئة والفلوس اللي انت هتدفعها على الهاتف، فئة الهاتف والفلوس اللي انت هتدفعها على الهاتف. الجهاز بيجي بثلاث نسخ، الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. الهاتف هيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والتانية للذكاء الاصطناعي، وتقدر صور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودتها فول HD 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات برضو فول HD 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية ممتازة وهتاخد منها أداء كويس، وبتدعم الشحن السريع بسرعة أفضل تقريبا سرعة في السعر ده 45 واط، سرعة ممتازة. الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 14. الهاتف بيدعم NFC وبيدعم منفذ السماعات، ومنفذ الشحن بيجي من نوع تايب C. سماعات الجهاز بتدعم الاستيريو، والهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار. الوان الجهاز هم الازرق والاخضر، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب بالنسبة لمميزات الهاتف، فالمعالج كويس على فئة وسعر الهاتف، برضو الشحن السريع زي ما قلت ممتاز، برضو الشاشة تعتبر جيدة على فئة الهاتف، وبرضو في مميزات تانية زي ان الهاتف في الفئة دي بيدعم NFC وكمان بيدعم سماعات ستيريو، دي حاجات كويسة. طيب بالنسبة للعيوب فكنا نتمنى بس لو كانت الشاشة بجودة 1080 يعني فول HD، ولكن عموما زي ما قلت مش عيب، هي كويسة. احنا كنا بس بنتمنى لو كانت 1080 هيبقى افضل.
طيب خلونا دلوقتي بعد ما شفنا كل حاجة عن الهاتف وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية، خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $125. السعر المتوقع في مصر 6500 جنيه والسعر المتوقع في السعودية 400 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو انا الهاتف ده مش عاجبني ايه المنافس بتاعه؟ هقولك عندنا هاتف انفينكس هوت 30. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الريلمي سي 63. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه حابب بس الفت نظرك ان احنا في القناه عملنا مراجعه لهاتف انفينكس هوت 30. لو تحب تشوفها هتلاقيها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج ريلمي هو تايجر تي 612 ومعالج انفينكس هو ميديا تك هيليو جي 88. وهنا يعتبر الاتنين ادائهم متقارب جدا من بعض مع تفوق بسيط لمعالج انفينكس. الاتنين جايين بشاشة IPS LCD ومعدل التحديث 90 هرتز، ولكن ريلمي جودة 720 وانفينكس جودة 1080. وهنا انفينكس تتفوق. البطاريتين في الهاتف بيجوا 5000 ملي امبير وهنا الاتنين زي بعض. ريلمي بيدعم شحن السريع 45 واط وانفينكس 33 واط وهنا ريلمي تتفوق. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، بس خليك عارف ان سعر ريلمي ده سعر متوقع زي ما قلت لانه لسه منزلش مصر، انما سعر انفينكس ده سعر رسمي في مصر. سعر ريلمي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6500 جنيه. سعر انفينكس الرسمي نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 6500 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمله مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رأيك في هاتف ريلمي سي 63. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.